الفنان أحمد عيد قعد من بعد الثورة يقدم أفلام بطولة مطلقة وكلها كانت بتفشل. مفيش بس غير فيلم ياباني أصلي اللي حقق رقم حلو وقت نزوله، كان الفيلم الوحيد لأحمد عيد اللي مخسرش لحد ما قعد عيد فترة كبيرة في البيت 5 سنين كاملين لحد ما افتكرته شركات الانتاج وتجيبه. بس المره دي مش بطوله مطلقه، المره دي صف تاني جنب نيللي كريم في عمله نادره. طبيعي واحد ما يحققش اي نجاح في السينما او في التلفزيون طبيعي هينزل صف تاني لحد ما بتيجي سنه 2024 ويقدم دور من اقوى الادوار في اخر 5 سنين، دور زيد بن سيحون في الحشاشين، ويكسر الدنيا. احمد عيد من بعد النجاح الساحق اللي حققه ده رجع تاني. احمد عيد استرد شعبيته وقوته وبقى جاهز انه يقدم بطولة مطلقة من جديد. ليه بقى؟ شركات الانتاج ما تشغلش نجوم كتير في بلدهم، مواهبهم فزة وناس معجونين فن بجد، وبدل ما هم مش عارفين يوظفوا نفسهم صح وما يحققوش اي نجاح في السينما وفي التلفزيون، ناخدهم ونحطهم صف تاني زي احمد عيد عشان يستردوا شعبيتهم تاني ويقدروا يقدموا بطولة مطلقة من جديد. وافضل موهبة اختفت ومبقتش موجودة على الساحة حاليا هو سامح حسين، النجم الأكثر استحقاقا إن شركات الإنتاج تاخده معاهم، بس لأنه مش شغال حاليا لأ دول يتخانقوا عليه كمان، لأنه زي أحمد عيد بالظبط لو حطيته في دور كوميدي أو تراجيدي هيحقق لك أنت كشركة إنتاج أرباح ضخمة ونجاح ضخم جدا، لأن الراجل ده معجون فن، ممثل مسرح من الطراز الأول. فليه سامح حسين هو الموهبة الأكثر تعرضا للظلم حاليا في مصر. فالسلام عليكم، أهلا بيكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. اللي ما يعرفش سامح حسين، فسامح حسين صاحب الدراسة الأشمل في التمثيل وسط كل هذا الجيل. سامح حسين حاصل على ليسانس الآداب قسم المسرح شعبة تمثيل وإخراج من جامعة حلوان، وخريج الدفعة الأولى من ورشة المسرح بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. مش هبالغ لو قلت إن الراجل ده موهبة فذة في التمثيل، ده غير إن هو مطلع جيل مسرح مصر ده كله وهو اللي معرفهم على أشرف عبد الباقي. كان سامح حسين بيخرج لهم مسرحيات كتير. سامح حسين زي ما تقول كده السهل الممتنع، كوميديا انت شايفها سهلة جدا عشان بتوصل لك بسهولة، لكن هو انت لو حطيت اي ممثل كوميدي مكان سامح حسين وقلت له اعمل بقى اللي بيعمله ده مش هيقدر يعمله. سامح حسين ابتدى سينما على طول، كان بيشارك كده في مشاهد صغيرة في اعمال مهمة زي رشة جريئة وفيلم هندي وعايز حقي واوعى وشك واريد خلعا، وقدم دور حلو قوي في دم الغزال. من انطلاقة سامح حسين الحقيقية كانت في 2006، قدم 3 اعمال اروع من بعض. قدم دور دبشة في لخمة راس يا كبير، دبشه دراعك اليمين. ومين عمل في عينيك كده يا دراعي؟ مالها عينيا يا ريس؟ انت احول ياض. احول؟ انت فاجئتني بالموضوع ده. ودور سيكا في قصة الحي الشعبي، الدور اللي كلنا الصراحة عايزين فيلم كامل لشخصية سيكا. احنا نجيب واحد يصرف علينا لغاية ما نلاقي ليالي ويقسمنا في الميراث. ومين يا عبيطي هيوافق على كده؟ يا ترى انت فين يا ليالي؟ يا ترى انت فين يا عبيط؟ ايوه يا صباح، مايك بتضحكي ايه؟ ضحكيني. ايه بتعيطي؟ طب بتعيطي ايه؟ عيطيني. انا صوتي وحش يا عيسى؟ انا صوتي وحش يا سيكا؟ ما تحيجناش بقى في جاني، هو ده صوت اصيل؟ لو احنا رجاله بجد نقلب على البت دي الدنيا لغايه ما نلاقيها. يا عم في جاني، احنا معانا فلوس اصيل نعدي بيها الشارع، الموضوع ده عايز مصاريف. عندك حق يا سيكا. بقول لك يا شخص، انت متاكد ان التوك توك ده هيروح شرم الشيخ؟ يا جدعان هناخد المشوار ده من 15 مايو على طول. 15 مايو ايه؟ ده التوك توك ده كبيره 3 مايو ويبوظ. لا انا اسمي بكتيريا فيروس ايه؟ يا عم اكو يا امياض. معقولة قمر زيك عيش معانا الزبالة زينا؟ اتكيم عن نفسك يا هيثم. اعرف انك انت ليالي ازاي يعني؟ من الصورة يا عم الكتكوت. ايوه بس الصوره اللي عندنا دي صورتها وهي صغيره. يعني نعميك ايه عشان تصدق؟ نكبيك الصوره؟ سيكا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه رايك يا سيكا؟ انا شايف انه هيضيق علينا الشقه. انت عايز ايه؟ انا نفسي ابقى ظابط. انا عايز الواد ده يبقى ظابط، شرطه ولا جيش؟ شويطه. في جان انت عينتنا حاجات كتير قوي في حياتي. اي نعم انا مش فاكر منها اي حاجه بس عينتنا. في آخر السنة بيختم سامح حسين سنة 2006 بالعمل الأيقوني راجل ست ستات، والدور الأيقوني رمزي. أنا بالنسبة لي راجل ست ستات يعني رمزي، مجرد ما تيجي المشاهد اللي رمزي بيبقى فيها دي اعرف إنك هتضحك دلوقتي. غير كده كان الكبار والأطفال بيستنوا طلة رمزي في المسلسل، ومع ذلك كان أقل أجر في المسلسل كله. والدويتو اللي ما بينه وما بين أشرف عبد الباقي رهيب، الكيمياء اللي ما بينهم رهيبة، حاجة كده عاملة زي الكيمياء اللي ما بين كريم عبد العزيز وماجد الكدواني.
رصيت التماثيل كلها، الطلبيه كلها. ايه ده؟ ايه النشاط اللي انت فيه ده يا رمز؟ كل حاجه حصلت يا دوله، بس ما عدا بس الملك امون والملك بتاعي. ملك بتاع ايه ده؟ بتاع الاسره ال15 يا دوله. كمان رصيت الورق بتاع البارتي ده. ايه الحلاوه دي يا رمز؟ ايوه يا دوله، علقت على ورق البردي وعلقت على الشاي كمان يا دوله. كانوا عايزين يمشوني على فكره في راجل وست ستات، يعني واحنا شغالين في البدايه، فقالوا لا مش عايزين سامح في راجل الاستاذ اشرف. فهم بقى قالوا لا سامح لا، فالاستاذ اشرف قال لهم ده هيبقى هو نجم السيت كوم، ده هيبقى النجم. انا كنت اقل حد، انا كنت اقل من منى عرفه، يعني منى عرفه كانت بتاخد اكتر مني. فانا كنت اقل واحد، وكنت شغال في كل حاجه، يعني كنت شغال مساعد مخرج، وكنت شغال ممثل، وكنت شغال كل حاجه في السيت كوم ده. كل حاجه ممكن تتخيلها في المسرح انا اشتغلتها، من اداره مسرحيه لملقن لمنفذ اضاءه لمصمم ديكور لمساعد مخرج لمخرج. 2007 بيقدم سامح حسين راجل ست ستات الجزء الثاني، وبيكتفي بيه في السنه دي. سنه 2008 كانت اهم سنه بالنسبه لسامح حسين، لانها تنقله في حته تانية خالص. اول عمل قدمه في السنه دي كان دور بصله في طباخ الراي. عارف مين اللي بعت لك فلوس دي يا ابن المجنونه؟ عارفه طبعا، تقريبا شفته قبل كده في سوق العبور. سوق العبور؟ ده العبور نفسه يا ابن المحظوظه. وراجل ست ستات الجزء الثالث، وقدم شخصيه عيسوي في الدادا دود. اخر دور لسامح حسين في السنه دي هو الاهم ليه في السنه دي، وهو دور كالوشة في اتش دبور. قلت سامح حسين مع اي حد هيسد، مكي بقى، اشرف عبد الباقي، طلعت زكريا، اي حد. هو الراجل اندر ريتد جدا ومش واخد حقه خالص. الراجل يعتبر عامل دكتوراه في التمثيل يا جدعان، ده غير موهبته اللي بشوفها فذة الصراحه. سامح حسين من الممثلين الموهوبين بالفطر. المهم قدم الدور الحكايه ده دور كالوشة. انت عارف لو كان ابويا عايش لغايه اللحظه دي كانش وافق على العريس ده خالص، ده اسود. هو انا ما شفتكش في حته قبل كده؟ عندك اكونت على الفيسبوك؟ لا انا وحيد. من بعد دور كالوشة تيجي سنة 2009 عشان يعمل فيها سامح حسين أول تجربة بطولة مطلقة ليه، يعمل مسلسل عبودة ماركة مسجلة، وحقق والله نجاح ملحوظ وقتها، ولسه الناس بتستخدم له ميمز لحد دلوقتي الميمز دي. وفي نفس السنة قدم الجزء الرابع والخامس من راجل ست ستات، وقدم كرتون الطفولة القبطان عزوز. هو كده سامح حسين، كبار الصغيرين يحبوه جدا. سنة 2010 قدم سامح حسين المسلسل الأيقوني بجد اللص والكتاب. كل حاجة في المسلسل ده أيقونيك، التتر والموسيقى التصويرية وأداء سامح حسين الأكتر من رائع، اللي قدر يفرق بين الشخصيتين باحترافية كبيرة جدا. هو كده الممثل الكوميدي بيطلع منه مشاهد تراجيدي بتبقى من العيار التقيل. دي كانت آخر حاجة حلوة قدمها سامح حسين. بعدها قدم أعمال مش قد كده زي الزناتي مجاهد وفيلم 30 فبراير وافلام الاطفال بقى اللي معروف بيها سامح حسين، اللي ما قدمتش اي نجاح زي كلب دليلي وعسل ابيض وجيران السعد. وعمل برضو جزء تاني من اللص والكتاب اسمه حمية وحراميها، محققش النجاح بتاع الجزء الاول ولا كان بقوة الجزء الاول. عمل بعدها افلام زي بس مباشر والرجل الاخطر، عيش حياتك، واخر عمل قدمه سامح حسين السنة اللي فاتت هو فيلم سندوتش عيال. للفنان سامح حسين بقى كفاية عيال. كل شركات الانتاج عايزين يشوف سامح حسين في عمل مختلف، لانه بجد يستحق اكتر من اللي وصل له بكتير. حجم موهبته اكبر من كده. كل التوفيق للنجم الموهوب المحترم سامح حسين. وبس كده، انزل نعمل بقى لايك واشتراك والحاجات الجميله دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بداية النهايه يا ابني.